حبيبتي يا رب ان شاء الله ان شاء الله نعمل عمره مع بعض كده، وان شاء الله نخش الجنه وما نكون مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وان شاء الله اول ما ارجع مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وكأن ربنا بيحط ايديكم على قلبي بدعواتكم ورسائلكم دي، وكأن ربنا بيقول لي مش عايزة حاجة يا رشا، طب خدي حب خلي، وما نكون مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. وان شاء الله اول ما ارجع اوعي تنسيني، يعني باذن الله اول ما ارجع ان شاء الله هرجع يوم السبت، واي حاجه اطعام انا معاكي، يعني اعتبريني الصبي بتاعك واوعي تنسيني. وكأن ربنا بيقول لي ان تعبك عندي، عشان لما اخر اليوم احط راسي على المخده احس بالرضا وحلاوه حسن الظن في الله. داليا صاحبتي من ايام الجامعه قاعده مع عيلتها، سمعت عمتها بتتكلم عن لقمه خير، قالت لهم رشا دي صاحبتي من زمان، على فكره داليا بتيجي كل رمضان تساعدني في عمل فطار للناس. عمتها طلبت نعمل لقمه ونوزعها، وعملتها وبعت لداليا فيديو الوجبات تبعتها لعمتها. شرحتي صدر انت وهي، يا رب يبارك لك يا داليا وييسر لك كل امر عسير يا حبيبتي، ويكبر بخاطرك ويعزك ويبارك لك يا رشا، ويبارك لك في ولادك ويخليهم لك. تطلع داليا فين؟ انا لسه داخله حالا عند الرسول عليه الصلاه والسلام. ربنا يا حبيبتي يصلح ما بين ايديكي ويهدي لك ولادك ويبارك لك فيهم يا رب، ويديكي رزق واسع يا رب، ويالف بين قلوبنا يا حبيبتي، ويخلينا دايما مع بعض في الخير يا رب يا رب يا رب. وان شاء الله كده تاخدي ايدي للجنه ونخش مع بعض يا رشا يا رب. وعلى باب النبي الجميل، باب السعاده والعطاء والخير، بتجمع صحبه الخير والحب على باب صاحب الفضل علينا اللي علمنا كلنا الإطعام ومعنى لقمة خير. واشوفكم على خير يا أهل الخير.